السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشيني جدا جدا جدا. النهارده بإذن الله فيديو حصري لأن الفلاحين هم اللي عندهم الإمكانية في عمل طاجن الرز الجميل ده ويطلع من بين ايديهم زي الفل بإذن الله. قمر قمر قمر. تمام. النهارده باذن الله للمبتدئين اللي هم لسه مقبلين على الزواج، او بناتنا الصغيرين اللي لسه بيخشوا المطبخ لاول مره. النهارده هيتعلموا معانا احلى صينيه رز باذن الله. الكل هيشكرك عليها، هتبقي محترفة جدا فيها. هنسمي الله ونصلي على الرسول. بس قبل ما نخش للفيديو هنصلي على الرسول الأول عشان كلنا نؤجر بإذن الله، ونعمل لايك للفيديو. الفيديو جميل جدا وفيه أسرار كتير جدا جدا جدا، وأتمنى تشيروه عشان البنات الصغيرة والكل يستفاد بإذن الله. النهاردة بإذن الله هنعمل صينية الرز بكل أسرارها، وإزاي تسويها، وإيه اللي ينفع معاها أو إيه اللي يبقى أجمل. اللبن البقري أو الجاموسي، كل دي حاجات هقولك عليها في الفيديو بإذن الله. تعالي يلا نشوف هنعمل إيه. بس قبل ما نخش الفيديو أتمنى برضو تعملي لي لايك. إنها دلوقتي معانا صينية الرز. يعني انت لو بتعملي مقدار كيلو، هيبقى معاكي كيلو إلا ربع لبن بقري أو جاموس. واللبن البقري في الرز يعني بيستحسن اللبن البقري، لان هو بيخلي الرز بيلمع كده ومفرفر معانا وجميل جدا. هتقولي لي لا اللبن الجاموس مش حلو، لا طبعا جميل جدا جدا ونعمة ربنا. بس انا بحب اللبن البقري شوية، مع اني بدس باللبن الجاموس. بس انا بحب اللبن البقري، وخصوصا لما يكون عندي من البيت. لو انت شاريها من اللبانة طبعا، لا يحبذ ان انت تشتريه من واحدة جارتك او حد مأمون، لانه بيبقوا حاطين عليه مية، ربنا يهديهم يا رب. تمام. فاللبن البقري في الرز طبعا لا يعلى عليه. دلوقتي احنا معانا الرز بتاعنا، طبعا احنا فلاحين وبنعمل كمية حلوة، وبنمسكها ننضفها كلها مرة واحدة ونحطها في البرميل، ونرش عليها رشة ملح كل شوية كده، طبقات كده رشة ملح لان الجو حر. تمام. دلوقتي هنغسل الرز بتاعنا كويس جدا 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 لحد المادة البيضاء او المية اللي معكرة كده زي الجير كده كلها تنضف، وما يبقاش فيها نشا خالص، ويبقى الرز بتاعنا جميل كده والمية بتاعته رايقة زي الفل زي حضراتكم كده. تمام. بعد ما اغسله كويس هبدأ احط عليه معلقة من الملح. تمام. واقلبه كويس. دلوقتي انا ما قلتلكوش انتوا هتاخدوا رز قد ايه. تمام. كل حاجة انت هتحطيها لها مقدار معين. يعني انت لو بتحطي حاجة بتاخد كيلو رز، هتحطي لها كيلو لبن. يعني ناقص منه هو كوباية، يعني كيلو الا كوباية، 3/4 لبن وربع مية. تمام. اما بالنسبة ان انت هتزودي لبن بقري، فطبعا اللبن البقري بيبقى خفيف شوية، فانت هتتوصي شوية يبقى نص كوباية مية بس، والباقي لبن بقري. لو جاموسي كويس هتبقى كوباية الا ربع لبن وكوباية مية. تمام. دلوقتي انا خلطته كويس. في ملحوظة ان انت ممكن تحط السمنة بتاعته في قاع الصينية، او تحط السمنة في الاخر زي ما قلنا حضراتكم شفتوني دلوقتي كده. بالنسبة للتسوية بتاعته، البنات اللي ما بتعرفش تظبط الصينية في الفرن زينا كده بنحط تحتها حاجة او نظبطها كده، لا ممكن تحط الشبك على الصاجة وتحط الصينية عليها وتزودها بحيث انها ما تملهاش لحد الاخر خالص، لا تسيب حوالي 2-3 سنتي كده في الصينية، وتقلبها كويس. ما تحطش المية وتسيبها، لانها مكان المية هيبقى مفيهوش الوش الاحمر الجميل ده. تمام. دي كلها والله معلومات انا بقول لكم عليها بمنتهى الامانه. انا اتعلمتها ووالدتي علمتها لي عشان تطلع النتيجه جميله جدا زي ما حضراتكم